ازيكم؟ في سؤال اتسألته كتير الفترة اللي فاتت بالذات بعد ما نزلت فيديو عن تأشيرة أذربيجان، وهو ازاي نحجز أرخص وأنسب طيران من مصر لأذربيجان. عشان كده قررت أعمل لكم الفيديو ده عشان يساعدكم تختاروا أنسب طيران لأذربيجان. وعلى فكرة الفيديو ده مش هيعجب شركات سياحة كتير، علشان بعد ما نخلص الفيديو ده هتكون قادر بنفسك ان انت تعمل كل حجوزاتك ومش هتحتاج لاي شركة سياحة، سواء ان انت تعمل فيزا سواء ان انت تحجز الطيران. بس قبل ما نبدأ الفيديو حابب اعرفكم بنفسي. انا انطوني سيم وهدفي اني اعرفك ازاي تسافر لوحدك، فيلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. في البداية كده لازم تبقوا عارفين انتوا لو دخلتوا على سكاي سكانر ودورتوا عليه هتلاقوا أسعار غريبة جدا، هتلاقوها بتبدأ من 18,000 جنيه وانت طالع، ممكن توصل 22 أو 25,000 جنيه حتى، واللي هو مش منطقي. يعني عندك التأشيرة رخيصة ب20 دولار لكن الطيران غالي، فده طبعا مش منطقي. لكن الحل موجود، ومش حل واحد، لأ ده حلين اتنين. الحل الأول هو طيران اير كايرو. وطيران اير كايرو ده بيطلع من شرم الشيخ كل يوم جمعة من كل أسبوع لمطار باكو في أذربيجان، ومتوسط سعر الطيران ده بيبقى من 5400 لغاية 6900. وده بالنسبة لي أرخص اختيار لو أنت عايز طيران مريح، هو بس 3 ساعات وتوصل، مفيش ترانزيت في النص، ومعاك شنطة 30 كيلو وشنطة تانية كاري اون على الطيارة 7 كيلو. والعودة برضه نفس الكلام، هتلاقي في طيارة بتطلع كل يوم سبت من كل أسبوع من مطار حيدر عليف في باكو لغاية مطار شرم الشيخ، وطيران دايركت. لكن هنا السعر بيختلف شوية وبيكون تقريبا في حدود من 8000 جنيه أو 9000 جنيه لغاية 11000 جنيه. وطبعا تقدروا تخشوا على طيران اير كايرو وتشوفوا الأسعار المناسبة ليكوا بالتواريخ المناسبة ليكوا. وخلي بالك إن أنت لو هتطلع بطيران اير كايرو فأنت هتقعد 8 أيام تقريبا من يوم الجمعة لغاية يوم السبت، فإجباري عليك هتقعد 8 أيام. وهنا بقى تيجي التركة بالنسبة للأسعار اللي أنا قلتها لكم. الأسعار اللي أنا قلتها لكم دي تذاكر منفصلة، يعني أنت بتحجز من شرم الشيخ لباكو تذكرة لوحدها وتدفع تمنها لوحدها، وبتدفع من باكو لشرم الشيخ تذكرة لوحدها. طبعا التذاكر المنفصلة بيبقى سعرها أغلى من لو عملت راوند تريب أو تذكرة ذهاب وعودة. فأنت لما تيجي تحجز ما تخليش التذاكر منفصلة، لا اعمل ريتيرن تيكت. فأنت هتطبق نفس اللي هيحصل في الفيديو ده دلوقتي. هتخش على الويب سايت أو الابلكيشن بتاع اير كايو، وهتحط التواريخ اللي احنا قلنا عليها، وهتخلي الطيران ذهاب وعودة من يوم الجمعة ليوم السبت. شوف بقى هنا هيطلع لك ايه، تقريبا الطيران ب9000 جنيه. ولو دخلنا على تفاصيل الرحلة هنلاقي ان تذكرة الذهاب لوحدها عاملة 5000 جنيه، وتذكرة العودة عاملة 5000 جنيه. اي شركة طيران لو انت بتحجز عليها ذهاب منفصل والعودة منفصل فدي بيبقى سعرها اغلى من لما بتحجز ذهاب وعودة على نفس شركة الطيران. فانت هتحجز بالطريقه دي لو انت عايز طيران الى حد ما مريح شويه، دايركت فلايت ما فيهوش اي ترانزيت، ومعاك شنطتين، شنطه كاري اون اللي على الطياره 7 كيلو، والشنطه التانيه الاساسيه اللي بتتاخد منك عند البوردنج. وبرضه نصيحه تانيه، خش على سكاي سكانر وحط التواريخ اللي انت هتسافر فيها. ممكن تلاقي شركات ومواقع تخليك تحجز نفس التذكره بسعر ارخص كمان من الويب سايت الاساسي او من شركه الطيران الاساسيه. المهم ان انت تدور بافضل شكل ممكن علشان توصل لافضل سعر للتذكره. طيب دلوقتي بقى نيجي للحل التاني، وده بقى الحل بتاع الناس بقى اللي بيحبوا الكهرباء وبيحبوا ان هم يسافروا بأقل القليل، وده اوبشن طيران ويز اير. وده هكلمكم عنه بالتفصيل، وايه هي اهم مميزاته وايه هي اهم عيوبه. اولا انت علشان تطلع من مصر تروح لباكو بطيران ويز اير فانت لازم في النص هتعدي على الامارات، بالتحديد ابو ظبي. وطيران ويز اير بيطلع من مصر من مطارين بيتجه ليه ابو ظبي، مطار برج العرب في اسكندرية، وتاني مطار هو مطار سوهاج. فانت بتحجز طيارة من مطار برج العرب او من مطار سوهاج لمطار ابو ظبي، والطيارة دي تكلفتها اقل حاجة حوالي 50 دولار. وبعدها تاني يوم بتحجز طيارة من ابو ظبي لباكو اذربيجان، واقل سعر للطيارة دي حوالي 200 درهم اماراتي. والعودة نفس الكلام، بتحجز طيارة من مطار باكو اذربيجان لمطار ابو ظبي في الامارات، وتاني يوم بتحجز طيارة من ابو ظبي لمطار اسكندرية او لمطار سوهاج، المطار اللي انت تفضله طبعا. واقل سعر للتذكرة دي بيبقى تقريبا 180 درهم اماراتي. يعني توتال الطيران لو انت حجزت ارخص التذاكر هتعمل لها حوالي 6000 ونص، يعني قول ممكن تبقى 8000 جنيه بالضرايب. بس في كام نقطة كده لازم تركز عليها وانت بتحجز، او لو انت هتختار طيران ويز اير، وده طبعا عشان ما تتسوحش او عشان ما تتكلفش فلوس زيادة. واول نقطة هي ان انا زي ما قلت لك انت بتحجز كل طيارة لوحدها، كل طيارة بتبقى منفصلة بذاتها.
يعني انت بتحجز طيارة لوحدها من مطار برج العرب في اسكندرية لمطار ابو ظبي، الطيارة دي بتبقى لوحدها بتحجزها حجز منفصل وبتدفع الحجز ده لوحده. وهكذا بقى في الباقي، بتحجز من ابو ظبي لباكو طيارة لوحدها وبتدفع ثمنها لوحدها، وفي العودة نفس الكلام، من باكو لابو ظبي طيارة بتدفعها لوحدها، ومن ابو ظبي للاسكندريه او لسوهاج طياره لوحدها وبتدفع ثمنها لوحدها. فانت ما عندكش اوبشن الراوند تريب، اللي هو انت تحجز مثلا من اسكندريه لباكو وهو يحط لك ترانزيت في النص، ده مش موجود. لا، انت بتحجز كل طياره لوحدها. وطبعا بما ان كل طياره بتتحجز لوحدها، فانت لما تروح اي مطار تطلع مثلا من مصر هنا من مطار اسكندريه هتاخد بوردنج واحد بس، اللي هو بتاع الطياره من الاسكندريه لابو ظبي. وعشان تاخد البوردنج تاني اللي هو هيطلعك من مطار الامارات من ابو ظبي لباكو، طبعا انت لازم تخرج بره المطار وتختم ختم الخروج وتروح لصالة السفر وتطلع البوردنج بتاعك تاني، اللي بيه هتطلع على الطيارة اللي رايحة من ابو ظبي لباكو. وبما ان انت هتطلع بره المطار وهتختم ختم الخروج، فانت لازم يكون معاك فيزا الامارات، ودي سهلة جدا على فكرة، ممكن تطلعها من النت. هي فيزا إلكترونية، كنت اتكلمت عنها في فيديو تفصيلي، بسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. وبالمناسبة لو انت تحجز على ويز اير وانت رايح وانت راجع، فانت كده هتحتاج 2 فيزا ترانزيت، ومش هينفع تقدم على الاتنين مع بعض. لازم الأول تقدم على واحدة، بعد كده تروح الإمارات تستخدمها، وبعد ما تستخدمها تبقى تقدم على التانية. اما بالنسبه بقى للشنط، فانت لو هتحجز بالاسعار اللي انا قلت لك عليها دي، فدي بتدي لك سماح بشنطه واحده بس 10 كيلو، دي بتاخدها معاك على الطياره. وصحيح هما مش بيدققوا في وزن وابعاد الشنطه اللي انت تاخدها معاك، لكن الفكره كلها ان انت مش هتقدر ان انت تاخد الشنطه اللي انت متعود ان انت بتاخدها، اللي هي الكبيره ام عجل دي. واي شنطه تانية انت هتحتاج ان انت تزودها بتدفع عليها فلوس، والفلوس ما تبقاش قليله احيانا. ونيجي بقى دلوقتي لاهم نقطه، واللي للاسف ما شفتش اي حد من الناس اللي بتسافر الفلوجرز او الرحاله بيتكلموا عنها، وكتير من الناس بتقع فيها، وهي ان انت لو ما عملتش تشيك ان قبل الطياره بتاعتك للاسف هتدفع غرامه، والغرامه دي بتوصل احيانا ل$50. وشوف دلوقتي سعر الدولار وصل لكام اساسا. فلازم تخلي بالك ان انت تعمل تشيك ان وتركز كويس جدا في الخطوه دي قبل الطياره بتاعتك، لانك لو ما عملتهاش هتدفع فلوس. وبس كده اكون قلت لك على حل مناسب للطيران ويكون اقتصادي برضو. وعلى فكرة الحلول دي مش بس لأذربيجان، لا انت ممكن تطبقها على بلاد كتيرة تانية. فما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وما تنساش تعمل شير للفيديو مع اصحابك اللي ناويين ان هم يروحوا أذربيجان قريب، واعمل سبسكرايب للقناة علشان تشوف الفيديوهات اللي جاية اللي هيبقى فيها معلومات كتير جدا عن السفر وعن ازاي تسافر لوحدك. سلام.